نمشيو لتايلاند ونمشيو للجيران ديالنا في الجاره الشرقيه سي بدر الدين اللي ارادوا الارتماء في حضن القاره الاسيويه بعدما ما جرى في انسحابهم ضد فريق النهضه البركانيه. الصحافه الجزائريه للاسف لا زالت تحاول تنويم الشعب الجزائري الشقيق وتتقدم له بعض المغالطات منعم صباح مساء، سواء في الفضائيات ولا في الصحف ولا في المواقع الالكترونيه ديالهم، يعني امور غير مفهومه. كيف ان بلد سي بدر الدين ينتمي الى الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم بغى يمشي يلعب مع الاتحاد الاسيوي؟ وفيلم كاين المشكل يعني الامور واش هاد الناس طيب اللجوء الكروي اذا انت تهرب من افريقيا. لا ملي كتهرب من افريقيا كتهرب من المغرب وباغي تمشي لاسيا، وهاد المره تمشي لاسيا، هاد المره تمشي لاسيا تمشي السعوديه الامارات اللي انت كتسب فيها لي نهار الامارات والمغرب. يا اخي اذا كان هاد الناس مصابين بالهذيان، لماذا تريد ان تصيبنا ايضا بالهدايا؟ هو تنقول لك نقل الكفر ليس بكافر، نقل المعلومه نقل المعلومه نقل المعلومه تم تداولها. احنا جايين حيت امين غندافع على امين. انا مسكين بغى يبوء بالاسم ديال هذا الوسط ديال هذا القوم. هو تا واحد لا حتى انا دابا كيجي لي امور في الانستغرام وفي لي ريزو سوسيو، امور زعما كنا خارج على الاطار. هذا هي تداول الشعبويه واحد هنا في الصور وليد صادي وصوروا وليد صادي التقى مع داني جوردان ومع الاسيويين مع رئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي، وامور مردود عليها. شوف انا بالنسبه لي الى كان قرار دوله كيتحملوا مسؤوليتهم فيه. باغيين يهربوا من المغرب الى متى؟ يعني من انك تدعي انك قادر على المواجهه الى الهروب من المواجهه. هذا هو السؤال. انا بالنسبه لي اذا هذا انتصار جديد للمغرب. المغرب الذي آل على نفسه ان يتعامل بالقوه الناعمه وبالقوه الدبلوماسيه في الانتصار لحقوقه المشروعه وانتهى، بمعنى انه ردات الفعل ما احنا ما مسؤولينش عليها. اذا كان هناك من اصيب بالجنون الله يشافيه، اذا كان هناك من اصيب بالهذيان الله يشافيه، الا شي واحد اختار يمشي يلعب. تاعنا واحد الوقت راه بدينا كنقولوا افريقيا كيظلمونا الحكام كيديروا لنا كذا يعتدون علينا العنف كذا غنمشيو لاوروبا. ولكن واش هذا كان قرار سليم؟ شنو كان الرد ديال الدوله المغربيه بالقياده ديالها الرشيده؟ التوجه للعمق الافريقي، التوجه الى العمق الافريقي. ولعل الكل لمس كيف ان المغرب استطاع ان يغير افريقيا وغير منظور العالم الى افريقيا، وان المغرب لعب الدور ديال ان يوقف فلول اسمع هذا فلول ديال المستغلين لثروات افريقيا والخيرات افريقيا. راه هادشي علاش المغرب وقف في حلق بعض الدول العظمى. انا كنديرها اللي كتحسب على الدول العظمى، لانه وقف وقال باسطه كفى، هاد اوروبا نهبتوها بما يكفي، نهبتوا ثرواتها عفوا هاد افريقيا نهبتوا ثرواتها بما يكفي، ثروات معدنيه وثروات بشريه. انا اللي هاد افريقيا تستفيد من خيراتها، تنهض وتستفيد من طبيعتها ومن خيراتها ومن معادنها ومن بشرها ايضا. فبالتالي اذا كان هناك من ضاق به الامر وبغى يمشي ويعتبر انها غتفرج له الا غيمشي لقاره اخرى، واش ديك القاره الاخرى غتقبلوا بعدا؟ هذا هو الاشكال، وتخاف يمشيو وما يمشيوش شي حاجه. وهذا شيء ثم ايضا انا اريد ان اعرج، لان احنا الان بصدد اختاروا هما، احنا ما عمرنا اخترنا الرياضه تكون واجهه للمعارك. المغرب ابدا لم يختار في اي وقت انه يخلي الرياضه واجهه لربح المعارك، خاصه أن المغرب كان حريص كل حرص على أن لا يشرك الرياضة في السياسة. ماشي احنا اللي بدينا، اليوم يتحدثون على أن وضع الخريطة في قميص النهضة البركانية والتسييس. واش عباد الله راه فهمناهم وعاود فهمناهم وغنفهموهم. هذيك الخريطة راه هي سيادية، راه خريطة هي تعبير عن هوية، بحال اللي كاين العالم الوطني والنشيد الوطني كاين الخريطة ديال البلاد. فهمتيني؟ الا ما كانوش قبلوهم شغلهم هذاك. واليوم المغرب كان دائما حريص على انه يخلي الرياضه بعيده بمنأى عن السياسه. هما بغاو يدخلوا في هذه المعارك. ضربات موجعه من الكاف،
ضربات موجعة من الطاس. ما هو قادم وآت من هزائم دبلوماسية على المستوى الرياضي. أوكي، الآن فرضوا على نفسهم حتى في المجتمع الرياضي أنهم يصبحوا معزولين، لأنهم بالغوا في هذا الأمر، بالغوا في حشر الرياضة في السياسة وبهذه الأشكال القميئة وغير المقبولة. أنا ما كنتكلمش على مدى يكتب، بعض المرات باش نكون معك واضح وما بغيتش انا نعكر صفو المشاهدين، راه ما اقراه يصيبني بالغثيان، واقول على ان هؤلاء الذين يكتبون هذا الكلام البذيء والرديء، فهمتيني، ويتجشؤون بهذه الطريقه هذه، راه انا كنقول عرفت جزائريين من قبل، والله صدقا عرفت رجال جزائريين في السابق مثقفين وادباء ما كانوا ليقبلوا هذا الذي يكتب اليوم في منصه في صحف رسميه، ماشي منصه التواصل الاجتماعي. انا ممكن هامش من الحريه الشرور والخبر وما نعرف الى ذلك، لا يعني بواحد الشكل بذيء جدا، ماشي كنردوا عليه. احنا ما عمرنا ما درنا واحد الواجهه، لا ما عمرنا ردينا منصه باش نواجهوا، ولكن اقول لك اليوم إذا اختاروا أنهم ينقلوا المعركة السياسية اللي خسروا جولات فيها على المستطيل السياسي، نقلوا المعركة إلى الرياضة وبإذا بهم يتجرؤون خسارات في المستطيل الرياضي. لا المستطيل الرياضي نقول المعركة الرياضية اللي كتعرف الثورة في المغرب، اللي كتعرف دابا إقلاع في كرة القدم في جميع القطاعات، نقول هذا ماشي غباء. لا باش اسمح لي سي بدر باش نوجه لك السؤال بشكل مباشر. يعني في الاعلام الجزائري الحديث عن القجاع فوزي رئيس جمهورية القدم في كل صباح وفي كل عشيه، يعني بتوجه واحد الاتهامات مجانيه لفوزي على اساس انه يتحكم في الكاف، على انه يفعل ما يشاء في مجلس يهرب الكاف ويهرب الكاف. مجموعه اليوم هرب الفيفا امين. اليوم كما قال بدر الدين خليته دار المداخله ديالو، اليوم حدث الضربه القاصمه والضربه الموجعه التي قسمت ظهر الجزائر كنظام وكدوله. تمثلت في انه الطلب ديالهم نقلوا على صعيد الكواليس، يعني كانت هناك طلب لهم جاني انفانتينو كل اتحاد قاري او كالبلد شنو عندكم مقترحات حالهم على جدوله الاعمال تتضمن رزنامه التظاهرات اللي غتكون، كاس العالم للنساء، كاس العالم للانديه، المسابقات اللي غتكون امين ديال كاس القاره البطوله العربيه والكاس ديال افريقيا في المغرب. كاينه اوراش كبيره عباد الله اللي بغيتم تناقشوا فيها في هذا الكونغري ديال تايلاند. فاذا به على صعيد الكواليس في حضور داني جوردان، انا كنعتقد بالاسماء اللي كتعرفوا السي بدر الدين ديال جنوب افريقيا كشاهد تيهبطوا معقلهم تيقول فحالوا على هذه القصه ديال هذا. قال لهم هذه جزئيه اللي كتبان لا ترقى باش ندمجوها ضمن خانه نتناقشوا فيها، هذه خارج السياق ديال جدول الاعمال. قميص فيه هويه، واش تصادقوا عليه ولا قال لهم كاينه قوانين كاينه بروتوكول. تدهورات الفيفا تدهورات الاخر راه فيها قوانين واضحه ما غاديش نغيروها. اذا هذا الطلب ديالكم هو طابع على الهامش، هما باش كيبينوا ديك الاله الاعلاميه راه تنقلنا حنا باش نعرضوا الملف ديال الخريطه امام الاخر، فتم رفضه في الشكل والمضمون. شوف هنا المفارقه العجيبه جدا ولا قياس مع وجود الفوارق. من وصلت عند فوزي القجع فين كان يتواجد الصادي؟ كان يتواجد في الصفوف الخلفيه ديال كعضو ضمن الاعضاء ديال 212 اللي كاينين داخل الفيفا ولا 213. فوزي القجع لم يتواجد مع الاعضاء، تواجد خلف جياني انفانتينو والتيفيرين رئيس الاتحاد الاوروبي وعاليه القوم الكرويه باعتباره عضو ضمن لجنه الحوكمه او الحكامه داخل الفيفا. مزيان. فاللي غيتقدم به القجع هو المقترح الذي تمت مناقشته خارج جدول الاعمال. قال لي في 2021 في بلادنا في المغرب تمت مناقشات هذه الجمهوريات الوهميه او المخيمات البديله واللقيطه واللقطاء، ما بقاش عندنا الحق ينضموا للشرعيه الامميه اللي صادق عليه هنا خير الدين زدشي 57 عضو. مزيان. قال لهم اليوم جينا نقول لكم واحد هذا راه عطيه نبوغ. انا ما عمري رمي القجع نقول له ميسي ولا مارادونا ولا غدا نفار ولا ديرغام، ولكن تحسب لي ضمن الدهاء المغربي الموروث عن السياسه الحكيمه للملك محمد السادس نصر الله. فشنو يطرح هنا بدر الدين غياخذ هنا وانا عارفه غيبدع في عمود من الروائع. قال لي احنا تناقشنا فيما يسمى الحيثيه الانتماء الوهم، مخيمات وهم ولا شرذمه البوليزاريو. فاليوم هاد الناس اللي كينتميوا لهاد المنظمات الوهميه ما عندهمش الحق يلعبوا داخل المدار ديال شي بلد، دي ترونسفير ما يداروش. الا بغى يلعب تحت العجاج ولا يلعب في الكيار. حتى راه كان متوقع، كان هذا هو التوجه هو ان تم تسريب بالياتنا بان البعض اللاعبين اللي كيلعبوا في مخيمات العار في اتحاد العجاج، شبيبه القياطن او اتحاد الشيح، هذو نسبه للاسماء اللي عندهم، هذو الاسميات اللي تقدر تكون عندهم ديال الفريق. مزيان. بغات الجزائر تستقطبهم على مستوى لاعبين وتهيئهم باش تخرجوا من الخارج ويروجوا لان واحد البلد كاين. فتصدى له القجع
بحضور 202 ديال الدول تمام. بانه ما لا شرعيه له داخل الامم، خلينا نوضحوا هذه الفكره 4 سنة من لا شرعيه له داخل الامم المتحده لا شرعيه له على الانتقال للخارج باش يلعب في شي دوله اخرى. لا، غير 202 4 اللي صادروا ضدنا، 4 فيها الجزائر، لا لا ما امتنعوا هذا اللي ما عطاوش الموقف السلبي، منهم الجزائر ومنهم واحد جوج دول كانوا جابوها في واحد التورنوا ديال مارس مؤخرا توهما منهم، حيت ملي جبنا حنا موريتانيا وانغولا قالوا راه جبنا موريتانيا وانغولا حيت قصاو الجيري، هما جابوا جنوب افريقيا حيت قصاتنا، وجابوا البانيا وجابوا بوليفيا عندهم مواقف معنا. فهاد الدول بدات كتسترجع الرشد ديالها، عرفوا بانهم الا مشاو في هذا الصف راه غيتصابوا بهذا الوباء ديال هذا الجنون ولا هذه الهذيان. مساله اخرى، هذو اللي صوتوا 202 شنو فيما امين؟ في اتحاد اسيوي، اذا هذه اسيا هي صوتت بالاجماع مع المقترح المغربي في اتحاد اوروبي في اتحاد افريقي. ما يعني هذا انت اللي بغيتي تلعب معايا في اسيا انا ضد هذه المخيمات اللي انت كتقول ما تكونش في خريطه بغيتي دير لها خريطه. هذا هو الجواب من الباطل اللي تعطى لهم. وبلغنا مباشره من المباراه شنو غيوقع. القجع غيمشي يلعب ماتش ديالو مع المكتب التنفيذي تماما، ويلعب ماتش ديالو تيتصطال 10 هو وداخل هو جاني انفانتينو. هذه درنا حنا باش كنديروها مع المشاهدين الكرام على اساس كنعرفهم كيتفرجوا بينا برا. فهذا الرهان الخاسر على تحويل المعارك الرياضه حاليا المغربيه، الانماء، الملاعب، بالكان، كاس العالم، الكاس العالم ديال السيدات، المونديال الانديه اللي دازوا 2 نسخ امين. فين بغيتي تتسابق مع من؟ الثعلب انا قلتها هرب من مصيره هو ثعلب صحراء، فاصطدم بالاسد الغضنفر لقاه اللي مشى من هنا وغيلقاه، غيمشي لبانكوك غيلقاه. كانك تهرب من المصير ديالك، والمصير ديالك هو الكوشمار اللي غيلازمك. هذا هو الضنك ديال الحياه والعياذ بالله. اذا الناس الوقت تعطي كلمه ختاميه في هذا الاطار هذا باش نكونوا لا في هذا الاطار. شوف هو تمت المصادره ديال واحد الفكره بغات تولد ديال انه نقل المعركه الخاسره على مستوى الكاف فيما يتعلق بقميص النهضه البركانيه اللي موضوع عليه الخريطه. وشاهدت سنه الاعلام الجزائري بين قوسين البنات ما لعبوش خارج السياق. قال لهم شوف المغرب تأدب. شوف العباره، المغرب تأدب بمعنى جايب قميص، ها هو القميص الفريق الوطني اللي غيلعبوا به المنتخب ديال اقل من 17 سنه، ها هو ما فيش الخريطه. متى كانت الخريطه؟ فيفا كاينه لا كاينه في قميص الفريق الوطني. سيرتو التظاهرات عاد باش غنزولوها اليوم ما عمرها كانت. هذيك نهضه البركان فريق وطن مغربي اختار هذاك في طريقه التعبير حق الكاف تصادق عليه وصدق عليه. فاذا تمت ماشي غير باش تناقش هذه الفكره تحيدت. هذه الاولى على قلت الاكبر. ثاني شيء تفضل ما كان هذا وليد صادي ومن رافقه الى بانكوك ولا تايلاند يتوقع ان يكون هذا الدهاء من المغرب ويستبق. لانه ما ظنش تماما ان هذاك الموضوع يتناقش في ذاك تما بلاتي وخارج دول الاعمال. هي وهذا هو فهذا الدهاء ديال الاستباق. اليوم بغيتوا المعركه الناعمه نسيسوها، حنا غنستبقوا، ولكن الامور واضحه لان هذه قوانين وانظمه. بحال اللي الضربه الموجعه اللي تلقاها وليد صادي وتفاجئ بها وبسببها ابعد من الاتحاديه الجزائريه. زفيزيف كتهضر على الزتشي ولا زتشي حيت مشاو بزاف مشى راه لا زتشي مشى لانه لما هنا في الرباط تمت زفيزيف موراه عماره لا موراه زفيزيف. لا زتشي استبعد من الاتحاديه الجزائريه بعد ما تصوت هنا بالجمعيه العموميه ديال الكارب. تصوت على انه لن ينال عضويه الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم الا الدول اعضاء في الامم المتحده. وبالتالي لانه ذاك الوقت شنو كان المنتخب ديال القياطن والعجاج داروا منتخب وبداو بغاو يلعبوهم مع شي مرتزقه، داروا لهم مباريات دوليه باش يتسمى ولعبوا مباراه عندهم مع مولوديه وهران ويصطفوا مولوديه وهران والجمهور ما حضر شيء وبغاو فهمتيني، وداروا منها مباراه دوليه وكذا وكذا. فاذا ما كانوش كيتوقعوا تماما هذا الذي حدث في بانكوك، ولكن بغاو هما اختاروا انه يجرونا الى هذه المعركه جرا، ونحن اكثر الناس ارتباطا بنزاهه الرياضه وببعدها التام على مستنقع السياسه. ولكن راح المغاربه راه جاهزين في اي معركه كيف ما بغات تكون نوعها باش تحسم باللوائح وبالقوانين. اليوم راه شرعيه دوليه. هذا القرار اللي تكلم عليه منير دابا الان راه مشرعا دوليا. شوف راه 204 ديال الدول صوتوا 202 فهمتيني. وخليه يتكلم على الرباعيه. بلاتي امين شوف واخا نزيدوا الجمهور الكريم يسمح لنا. اليوم ايضا في بانكوك
9 منتخبات بشكل رسمي بحضور جياني انفانتينو اثناء المغرب الذي انقذ التصفيات ديال كاس العالم اللي كانت في قطر. اليوم ينقذ التصفيات ديال كاس العالم في ميريكان في واحد التدخل ديال الاجنده اللي ما معروفاش لها المواعيد امين. منتخبات ليبيريا ديال جنوب ديال الجورجويه ديال الموزمبيق ديال سيراليون ديال الصومال اللي ديال غينيا ديال غينيا واوغندا. تقرر اليوم اوغندا تستقبل الجزائر في ملعب اكادير. تصور معي هذا في وقتين اليوم هذا رسميا هذا في وقتين امين. 4 ديال الملاعب في المغرب مقفله لانها نعطي الكلمه. قالوا بان الملاعب مقفله وستلعب في ملعب وجده، الملعب الشرفي ديال الملعب العبدي بالجديده، وبركان الشبح، وملعب اكادير. وهذا شنو يعني وليعلم الله من مع من حشر في الجوار كلمه. لا ولكن قبل ما ننهيو لابد ان نهنئ فتياتنا ديال اقل من 17 سنه لانه بالعرض بالطول بالعرض بحال بالطول وبالغلق هزوا الارض تيقولوا بحال يكونوا الاشقاء المصريين بالطول والعرض. يعني انا كنت متخوف من هذه المباراه. لا والو كنت متخوف. لا ماشي فنيا. شوف انا كنتفرج في المباراه ديال الذهاب. لا شوف الذهاب انا ما كنبغيش نوضع هذه العبارات لانه بالنسبه لي هذوك البنيتات الجزائريات مختبر العمر، ولكن لا قياس مع وجود الفوارق الفنيه. كنتكلم كانت هناك فوارق كبيره. كان المنتخب المغربي في مباراه الذهاب اللي جات في بركاني سالب 98. فاذا انا اللي كنت متخوف منه انه يتاثروا بديك الاجواء اللي كتخلق تما، خاصه مع القرار اللي خدته السلطات الجزائريه ان المباراه تلعب خارج اطار الكاميرا العسكريه. ولكن تفكير عسكري. شوف حبذا لو ذاك المدربه ديالهم اللي داير هذاك الاخر كون يلعبوا ضد الخريطه تيخسروا 3، تيلعبوا بلا خريطه تيخسروا 4 امين. ممكن كما داروا حاروا كما داروا حاروا دائما محسومه المملكه المغربيه الشريفه منذ سنوات طويله.